السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب السادس العلمي دفعة 2024-2025 في المراجعة المركزة المتعلقة بالفصل الخامس. طلاب نقول بسم الله نبلش. أول سؤال مهم من مفاهيم الفصل الخامس يقول: ما الذي يميز العناصر الانتقالية عن العناصر الممثلة؟ احنا نوضح فكرة للطالب على مود يفهم أكثر ما أنه يحفظ. العنصر الانتقالي هو المسؤول عن تكوين المعقدات التناسقية، لكن العناصر الممثلة تكون المركبات الأخرى العادية اللي تكون حوامض، قواعد إلى آخره، أملاح. فلنعرف شنو الفرق بيناتهم. العناصر الانتقالية لها حالات تأكسد متعددة، حيث تميل إلى إظهار حالة تأكسد متعددة مع بعض حالات شاذة. يعني شلون؟ مرة العنصر الانتقالي نشوف عدد التأكسده 0، مرة أخرى نشوف العدد التأكسده إليه -2، مرة تشوف العدد التأكسده إليه -3. يعني له أكثر من حالة تأكسدية واحدة. مثلا موضح هذا حديد، حديدوس، حديديك، فجاي يختلف عندنا العدد التأكسدي. ثانيا، هاي النقطة قبل لا أشرحها خلي أوضح فد نقطة مهمة يلا نتطرق لها. أخذنا في المراحل الدراسية السابقة ما يعرف بالترتيب الإلكتروني، ومن ضمن الترتيب أكو غلاف ثانوي اسمه S، وغلاف اسمه B، وغلاف اسمه D، وغلاف اسمه F. أغلفة ثانوية أخذناها بالترتيب الإلكتروني في السنوات السابقة خاصة بالخامس العلمي. المهم، العناصر الانتقالية دائما تنتهي ترتيبها لو بالدي لو بالاف. إضافة إلى ذلك الدي عنده 5 أوربيتالات، يعني كم مربع عنده؟ 5 أوربيتالات، 1 2 3 4 5، والاف 7. من صفة العناصر الانتقالية ذني ما يمتلئن كليا، يعني يكون ممتلئ جزئي على الغالب. إذا امتلأ جزئي احتمالية وجود إلكترون مفرد في كل أوربيتال تكون كبيرة. زين أستاذ، وإذا وجد إلكترون مفرد بالأوربيتال؟ هاي الصفة يسمونها بارامغناطيسي. فإذا العناصر الانتقالية تتصف العديد من مركباتها بالصفات البارا، لأن راح عناصر الانتقالية أغلفتها تكون من دي ومن اف، ما مملوءة كليا، من صفتها شو تكون؟ مملوءة جزئيا. فراح تكون يعني نسبة كبيرة انه تحوي على الكترونات مفردة، واذا احتوت الكترونات مفردة راح تجعل صفتها بارامغناطيسي. زين، نقطة أخرى أيضا لازم أوضحها. اليوم أنت ادخل لأي مختبر كيميائي، قارن بين ألوان المركبات الانتقالية، يعني الألوان اللي تكونها العناصر الانتقالية بالنسبة للمركبات. يعني نقول هذا مركب جاي من عناصر انتقالية، وهذا مركب اجانا من عناصر ممثلة. راح تشوف العنصر الانتقالي له ألوان معينة، مركباتها ملونة مو بدون لون، فإذا العديد من مركباتها ملونة. واتفقنا احنا قبل شوية العنصر الانتقالي مسؤول عن تكوين المعقد التناسقي، إذن لها ميل كبير لتكوين المعقدات التناسقية. عندنا السؤال اللي بعده: ما الفرق بين الملح المزدوج والمعقد أو المركب التناسقي المعقد؟ طلاب انتبهوا وياي، احنا قبل شوية تكلمنا عن عناصر انتقالية. العنصر الانتقالي يكون نوعين من المركبات، أما يكون ملح مزدوج أو يكون معقد تناسقي. أي عناصر انتقالية لو تكون أملاح مزدوجة، لو شو تكون؟ معقدات تناسقية. زين، مع العلم هاي الاثنيناتهم نوعين هم يعتبرون تحت مسمى مركب
إضافة مستقر، يعني جاي من إضافات ليجندات بعدين نتعرف لها إلى ذرات مركزية. المهم فينطم اثنيناتهم عبارة عن مركب إضافة مستقر، بس مرة مركب إضافة مستقر يعطي ملح مزدوج، ومرة مركب إضافة مستقر شو يعطينا؟ معقد تناسقي. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم ان الملح المزدوج اذا ذاب بالمي ينطينا كافة ايونات المكونة له. شاف الشخص الضعيف من يجي واحد مثل يريد فدي يهدده ايش عنده ينطي. فهذا الملح المزدوج راح اصفه بهذا الوصف. يعني هسه هذا ملح مزدوج ذوبناه ب6 مول مي، مباشرة راح يسلم ايش عنده؟ راح ينطينا الحديد، راح ينطينا الكبريتات وحده، ايون الكبريتات مستقل بصورة مستقلة يسلمه، ويعطينا الكبريتات الامونيوم. فهذا هو صفة الملح المزدوج، ويسمى بملح مور، ويسمى ايضا باملاح مور، لان ملح مور هو ايضا ملح مزدوج. اما المركب التناسقي هو ايضا مركب اضافي مستقل، لكن لا يعطي كافة ايوناته. يعني شلون؟ عنده فد منطقة محظورة، هاي المنطقة المحظورة ما ينطيها دوم، لكن الخارج المنطقة المحظورة إمكان إنه ينطي. شلون؟ خلينا نوصف الفكرة. هذا هو المعقد التناسقي. هاي الأقواس وما في داخلها منطقة محظورة، يعني ما حد يقدر يسلمهم، يعني لا ينطي ايون السيو ولا ال NH3، لا عاد راح ينطينا ذوبان او كشف او ترسيب فقط فقط للخارج الاقواس. عكس ذاك يسلمهم كلهم، ينطي الحديد والكبريتات والامونيوم بس بدون تكرار، لان الكبريتات متكرره يصير اقول كبريتات مرتين. على العكس من المركب التناسقي او المعقد التناسقي، لا يعطي كافه ايوناته اذا ذاب بالمي، لكن ينطي فقط الموجود خارج الأقواس التناسقية. السؤال اللي بعده يقول وضح لماذا يصنف المركب الآتي كملح مزدوج بينما المركب الفلاني كمعقد تناسقي أو مركب تناسقي. الإجابة هذا اعتبرناه ملح مزدوج لأن من يذوب بالمي يعطينا أيون الحديد والأمونيوم والكبريتات، فإذا لأن المركب هو ملح مور من يذوب بالمي ينطي كافة أيوناته نقدر نكشف عنهن، لكن هذا ما ينطي كافة أيوناته لأنه معقد تناسقي، يعطي فقط الخارج الأقواس، يعني راح ينطينا فقط الكي، فقط البوتاسيوم، لكن الموجود في المنطقة المحظورة لا يمكن إذابته ولا يمكن الكشف عنه. فهذا هو السبب اللي خلى هذا ملح مزدوج وهذا معقد تناسقي. سؤال آخر جدا 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 مهم، جاي أقول جدا جدا مهم. ما الفرق بين أيونات الكلور الموجودة في المعقد؟ عندنا أيونات كلور خارج المنطقة المحظورة، وأيونات كلور داخل المنطقة المحظورة. احنا نسمى هاي داخل المجال التناسقي وهاي خارج المجال التناسقي. نقول له ايون الكلور الموجود خارج المجال التناسق او ما تسمى المجال التأين له القابلية على التأين والذوبان والترسيب، هاي من صفات الخارج. اما الموجود داخل المنطقة المحظورة اللي انا وصفتها لا يتأين ولا يمكن ترسيبه ولا يمكن الكشف عنه نهائيا، لان هذا ضمن المجال التناسقي، لان تكون اواصر تناسقية قوية مرتبطة مع الذرة المركزية فما نقدر نذوبه ولا نقدر نكشف عنه. السؤال اللي بعده تعتبر الليجندات قواعد لويس والذرة المركزية حامض لويس، اذكر مثال يوضح ذلك. مبدئيا قبل لا اجاوب عن هذا السؤال لازم نعرف فد نقطة معينة. شنو هي؟ المعقد التناسقي منين يتكون؟ المعقد التناسقي منين يتكون؟ لازم نجي نفصله بالتفصيل اكثر حتى نعرف شلون نجاوب. مكون من ذرة تصير باليسار، وهاي الواقعة باليسار
نسميها آيون أو ذرة مركزية، ذرة مركزية أو آيون مركزي. وبصفه قد يكون عنصر، عنصرين، ثلاثة، المهم عدد معين يسمى ليجندات. شو يسمونه؟ ليجندات. إذن كل معقد مكون من آيون مركزي واحد وعددا من الليجندات، قد يكون ليجند واحد، ليجندين، 3 ليجندات إلى آخره. الليجندات عندها مزدوجات إلكترونية غير مشغولة، يعني حرة. والآيون المركزي عنده أوربيتال فارغ. فالليجند يهب المزدوج إلى الآيون المركزي باعتباره عنده أوربيتال فارغ. فبالخامس علمي عرفنا تعريف لقواعد لويس. قلنا شنو قواعد لويس؟ قلنا قواعد لويس اللي عندها مزدوجات غير مشغولة وتستطيع أن تهبها. وأيضا عرفنا حامض لويس، قلنا حامض لويس يستقبل تلك المزدوجات الإلكترونية. فإذا هسه الآيون المركزي أو الذرة المركزية سميت بحامض لويس لأن تستطيع أن تستقبل المزدوج الإلكتروني الواحد أو أكثر. لكن الليجندات سميت بقواعد لويس لأن تستطيع أن تهب تلك المزدوجات. فإذا الإجابة الليجندات قواعد لويس لأن لها القابلية على هبة مزدوج إلكتروني أو أكثر. أما الذرة المركزية أو الآيون المركزي نعتبره حامض لويس لأن له القابلية على اكتساب مزدوج إلكتروني أو أكثر. مثل ما هسه واضح أنه هاي هي ذرة مركزية فاعلها مع 2 أمونيا. يعني إذا أقدر أرسم لك إياها كأنما عندك NH3 ب NH3، هاي 2 كل واحد عنده مزدوج، وهاي الAG عندها مربعين فارغات، واحد يمين وواحد يسار. فكل NH3 راح يجي يرتبط بمربع، مع العلم ارتباطهم راح يكون آثرة تناسقية. فهاي الAG هذا من ناحيته كان مربع فارغ ومنه مربع فارغ. فالNH3 الأول ارتبط منه والNH3 الثاني ارتبط منه بأواصر تناسقية. طلاب ننتقل لبعض الفراغات اللي هي تكون وزارية ومهمة جدا. يقول إن الذرة المركزية في المعقدات التناسقية تكافؤين هما فراغ وفراغ. مبدئيا احنا هسه لازم نتعرف ما هما التكافؤين. أول شيء هما تكافؤ أولي وتكافؤ يطلق عليه ثانوي. فالذرة المركزية في المعقد التناسقي عندها كم تكافؤ؟ تكافؤين، أولي وثانوي. لكن في المركبات البسيطة ليس المعقدة عندها تكافؤ واحد، هو شنو؟ هو أولي فقط. زين هو شنو التكافؤ الأولي والثانوي؟ هي هاي ملاحظة يسأل عنها الطالب، ركز يعني. التكافؤ الأولي هو عدد تأكسد الذرة المركزية. يعني تأكسدها ايش قد؟ موجب 1 موجب 2. فعدد تأكسد الذرة المركزية احنا شو نسميه؟ نسميه تكافؤ الأولي. استاذ والتكافؤ الثانوي؟ ركز على هاي المعلومة شوي بدك تنتبه. هذا مثلا الليجند نقول عندنا 3 ليجندات فرضا. فعدد الليجندات ايش قد؟ 3. انضربه بعدد المزدوجات الممنوحة. يعني هذن ال3 ليجندات كل واحد يمنح كم مزدوج؟ يمنح مزدوج واحد. فيضرب في عدد المزدوجات. ما دام جاي نقول مزدوج واحد، احنا خو ما نرجع نقول مزدوج واحد مزدوجين،
نسميهن مخالب. يعني هذا نقول عليه أحادي مخلب إذا يمنح مزدوج واحد. إذا يمنح مزدوجين 1 2 نقول ثنائي مخلب. فإذا عدد الليجندات في عدد المخالب يعطينا ما يعرف بالتكافؤ الثانوي. لكن في أي مركب بسيط عندنا فقط تكافؤ أولي اللي وهو عدد التأكسد فقط. زين. الفراغ اللي بعده اللي هو أيضا وزاري يقول هناك مركبات تناسقية لا تذوب في الماء. شنو السبب؟ لأن أكيد ما عندها قدرة على التأين، لأن المعقد التناسقي يكون آثرته قوية ما تتأين. زين، وبالتالي لا راح تعطينا آيونات لا موجبة ولا سالبة. ومثل هكذا مركبات تسمى معقدات متعادلة. يعني شنو؟ خلينا أيضا نوضح شوية. هذا معقد مكون من X و Y، شحنته 0. هذا معقد آخر مكون من X و Y وعنده خارج الأقواس مثلا B. هذا اللي عنده B اكو تأين عنده، تتأين عنده فقط البي. بس هذا اللي ما عنده لا من جهة اليمين ولا من جهة اليسار، هذا يعتبر متعادل، شحنته جيد نعتبرها شحنته 0. فهذا نهائيا ما يتأين، ما عنده أي شيء يتأين. فإذا هناك مركبات تناسقية لا تذوب في الماء، وذلك لعدم قدرتها على التأين، وبالتالي لن تعطي أي أيونات لا موجبة ولا سالبة، ويسمى بالمعقدات المتعادلة. الفراغ اللي بعده يعد تكوين المعقد حسب نظرية آصلة التكافؤ. اكو نظرية اسمها آصلة التكافؤ اللي هي افترضت قواعد وحوامض لويس. فحسب نظرية آصلة التكافؤ المعقد هو تفاعل بين حامض لويس وقاعدة لويس حتى يكون بيناتهم آصلة تسمى بالآصلة التناسقية. إذن هو تفاعل بين قواعد لويس وحوامض لويس. وفق هيا نظريا وفق نظرية تسمى بنظرية آصلة التكافؤ. طلاب هسه نروح ناخذ فد مجموعة من التعاريف المهمة جدا. أول تعريف هو تعريف الليجند. قبل لا أجاوب الليجند خلينا نجي نرسم فد معقد تناسقي. بالك كم هذا المعقد مكون من ذرة مركزية وليجندات، واتفقنا احنا الليجندات عندها مزدوجات تهيبها المن للذرة المركزية. زين، يقول هو جزيء، يعني قد يكون مو فقط ذرة واحدة، مثلا الجزيء مثل H2O هذا جزيء، وقد يكون آيون يعني مثلا كلور سالب يود. إذن قد يحتمل يكون جزيء وقد يحتمل شي يكون آيون سالب، إلا ما ندر شي يكون موجب. إذن هسه هو آيون أو جزيء. إذا كان جزيء شحنته 0 غالبا، وإذا كان آيون قد يكون سالب أو موجب، بس اللي عندنا بالمنهج دائما يكون سالب. زين، يرتبط بمن؟ يرتبط بالآيون المركزي. يرتبط لو من ذرة واحدة من ليجند واحد أو أكثر من ليجند. زين، هذا الليجند إذا وهب مزدوج واحد للذرة المركزية يسمى أحادي مخلب. إذا وهب مزدوجين يسمى ثنائي المخلب. إذا وهب أكثر يسمى متعدد المخالب. الآيون المركزي هي نفسها الذرة المركزية اللي تستقبل المزدوجات الإلكترونية. منين تستقبلها؟ من الليجند، وترتبط بآصلة تناسقية. المعقد التناسقي هو نفسه هذا بأكمله نسميه معقد تناسقي. هذا بأكمله شو يسمونه؟ معقد. منين مكون من ذرة مركزية وعدد من الليجندات ويرتبطون بآصلة تناسقية. عدد التناسق
هو عدد الليجندات، هاي عدد الليجندات المرتبطة بالذرة المركزية مضروبا في عدد مخالبها. عدد الليجندات مضروب في عدد مخالبه، يعني إذا مزدوج واحد أحاد مخلب، مزدوجين ثناء المخلب، فينطينا عدد يعرف بعدد التناسق. إذن هو عدد الليجندات المرتبطة بالذرة المركزية مضروبا في عدد المخالب. زين. الآيون المعقد نفسه هو هذا المركب، إذا صارت عنده شحنة موجبة أو سالبة يعرف آيون معقد. فإذا هو صنف مشحون له شحنة موجبة أو سالبة، وأكيد يتكون من ذرة مركزية وعدد من الليجندات ويرتبطون بآصرة تناسقية. المعقد المتعادل إذا الشحنة لا موجبة ولا سالبة، إذا الشحنة صفر يطلق عليه معقد متعادل، لا يحمل شحنة ولا يتأين في الماء. عندنا مجال التناسق. طلاب، هاي الأقواس المربعة هاي هي مجال التناسق، يشتحوا بداخلها ذرة مركزية وعدد من الليجندات ويرتبطون بآصرة تناسقية. إذن مجال التناسق أقواس مربعة بداخلها ذرة مركزية وليجندات. أما خارج مجال التناسق أي شيء خارج الأقواس يعرف بمجال التأين. مجال التأين خارج الأقواس، مجال التناسق هو داخل الأقواس. عندنا الذرة المانحة، إذا نباوع منو اللي جاي منح الإلكترونات؟ هو الليجند. فإذا الذرة المانحة هي الذرة التي تستطيع منح مزدوج إلكتروني واحد أو أكثر إلى الذرة المركزية. طلاب، عندنا سؤال آخر، ما هو الفرق بين مجال التأين ومجال التناسق؟ أي شيء داخل الأقواس يسمى مجال التناسق، خارج الأقواس يسمونه مجال التأين. فمجال التناسق هو عبارة عن أقواس مربعة يوجد داخلها الفلز المركزي وعددا من الليجندات، ويعتبر جزء غير متأين يعني ما يذوب. مجال التأين هو الجزء الذي يكتب خارج أقواس التناسق، وهذا يمكن ذوبانه ويمكن ترسيبه ويمكن الكشف عنه. زين. عدد أنواع الليجندات، أكو ليجندات أحادية المخلب أو تسمى السن، أكو ثنائية المخلب وتسمى ثنائية السن، وأكو متعددة المخالب. من الأخير، أحاد المخلب يهب مزدوج واحد للذرة المركزية، ثناء المخلب يهب مزدوجين للذرة المركزية، متعدد المخالب يهب أكثر من اثنين. فإذا كلهم نفس البداية، عبارة عن أيونات سالبة أو جزيئات متعادلة، كلها نفس البداية، بس هاي قادرة على منح مزدوج واحد للذرة المركزية، هاي قادرة على منح مزدوجين إلكترونيين إلى الذرة المركزية، هاي قادرة على منح أكثر من مزدوج، أوكي، أكثر من مزدوجين للذرة المركزية. فهنا أنا راح ترتبط بموقع واحد، هنا راح ترتبط بموقعين، هنا راح ترتبط بأكثر من موقعين. علما مرات يقول لك عرف السن، إذا قال فقط السن يعني أحاد المخلب. مرات يقول لك الكليتية، عرف الليجندات الكليتية. الليجندات الكليتية تشمل الموقعين والأكثر، فأي ليجند يرتبط بموقعين أو أكثر يسمى بليجند كليتي. فاللي يرتبط بموقعين أو أكثر مع الذرة المركزية في آن واحد يسمى ليجندات كليتية. سؤال وارد وزاري يقول يعتبر ال EDTA هو ليجند، بس ليش نعتبره متعدد المخالب؟ ما دام متعدد إذن هو مرتبط بأكثر من اثنين، فإذا ايش راح نجاوبه؟ الاحتواء على 6 ذرات قادرة على الارتباط. أنت هنا إذا ما حافظ كم ذرة قابلة للارتباط، قل له يرتبط أكثر يعني من مزدوجين إلكترونيين، أكثر من موقعين، فلهذا السبب راح يعتبر متعدد. وإذا حافظ العدد قل له 6 ذرات قادرة على الارتباط التناسقي. التعليل اللي بعده يقول إن لنوع الليجند تأثير، وضح ذلك التأثير، أو بصياغة أخرى قسم الليجندات حسب سلسلة الطيف الكيميائي. طلاب، هذا السؤال مهم جدا فانتبهوا له. خلينا نجي نوضح شنو تأثير الليجند أو شلون نقسمه حسب سلسلة الطيف الكيميائي.
الليجندات حسب سلسلة الطيف الكيميائي أو حسب تأثيرها تقسم نوعين: أما ليجند قوي أو ليجند ضعيف. أما ليجند قوي أو ليجند شنو؟ ضعيف. مثال على القوي مثلا السيانو، ومثال على الضعيف مثلا الكلور. ركز يعني. فإذا حسب سلسلة الطيف الكيميائي يعتبر قوي بضعيف. مو اللي بدنا نتقيد بين أي ليجندات تعرفها قوية أو ضعيفة تكتبن بالمثال. القوي يعتبر ضاغط، تأثيره شي يكون ضاغط، لكن الضعيف يعتبر غير ضاغط. يعني شنو ضاغط؟ مثلا عندنا هذا اوربيتال 1 2 3 4 5، عندنا الكترونات مفردة. إذا قلنا قوي يعني ضاغط. يعني شنو ضاغط؟ هذا مو مفردات يضغطهن وينجبرون يصيرون اثنيناتهم بأوربيتال واحد. هذا من صفات الضغط. أما الضعيف لا، يبقيهم على ما هو عليه، كل واحد واحدة، ما يقدر يضغط الإلكترونات المفردة ويسويها مزدوجة. فإذا هسه حسب سلسلة الطيف الكيميائي تقسم إلى قوي ضاغط وضعيف غير ضاغط. الضاغط يجعل المفرد مزدوج، والغير ضاغط يبقيهم مفرد. إذن إن الليجند الCN يعد ليجندا قويا ضاغط لأنه يجعل الإلكترونات المنفردة تزدوج، بينما آيون الكلورو ليجند ضعيف أي غير ضاغط، غير قادر على جعل الإلكترونات المنفردة تزدوج. وعلى هذا الأساس قسمت الليجندات إلى قوية ضاغطة وضعيفة غير ضاغطة حسب سلسلة الطيف الكيميائي. طلاب، عندنا جدول الليجندات اللي أنت مطالب بحفظ الاسم بالعربي والصيغة وحفظ الشحنة أي العدد التأكسدي لجميع الليجندات. مع العلم هذا الجدول يشمل الليجندات أحادية المخلب، يعني اللي تهب مزدوج واحد، ب 15 ليجند عندنا بالمنهج: كلورو، سيال، برومو، BR، يودو، الآي، السيانو، CN، خلاتو، جذر الخلات، الثايو سيانو، الأزيدو، النتريتو، الأمين، النيتروسيل، الإكوا. بعد عندنا بقية الليجندات أيضا نعرضها لكم. عندنا الإكوا قلنا H2O، البريدين، الكربونيل، الميثيل أمين، اليوريا. مطالب بحفظ صيغة وكتابة، يعني شلون تكتب، والاسم بالعربي والشحنة. الليجندات أحادية المخلب أكو فد نقطة مهمة حتى الطالب بعد ما ينساها. أي ليجند يبدأ بحرف واو ينتهي العفو بحرف واو سالب واحد بأحادي المخلب، واو سالب واحد، حرف واو سالب واحد إلى آخره. أما اللي ما ينتهي بحرف واو يكون شحنته صفر. أي واحد ما ينتهي بحرف واو جاي نلاحظ أن شحنته ايش قد؟ صفر. هاي بأحادي المخلب. هسه راح نتطرق لثناء المخلب وأيضا نتعرف عليهم. طلاب، ثناء المخلب أيضا أي واحد ينتهي بحرف واو سالب واحد، ما عدا ذول الاثنين شواذ انتهوا بحرف واو اللي هو الأوكزالات والكربونيتو مقدارهم يكون سالب 2. هذين ثنائية المخلب يعني يهبن مزدوجين. عندنا الإيثيلين ثنائي أمين نحفظ فقط الEN، وعندنا ثنائي مثل جلايكوسيماتو يحفظ فقط هذا الDMG يحفظ بكلمة دمج، أما الباقي يحفظ صيغة بالكامل. فضروري أنه نضبط له هذا الجدول قبل لا تكمل الفصل. سؤال: لماذا توجد ليجندات أحادية المخلب وأخرى ثنائية؟ أحادية لأن تمتلك مزدوج إلكتروني واحد ترتبط به مع أوربيتال من الفلز المركزي، مثال على ذلك البروميد. وليجندات ثنائية المخلب تمتلك مزدوجين إلكترونين ترتبطان بأوربيتالين من الذرة المركزية، مثال على ذلك الأوكزالات. تأخذ لك مثال من أحاديات المخلب ومثال من ثنائيات المخلب. ما المقصود بقاعدة العدد الذري الفعال أو EAN؟
هو مجموع عدد الإلكترونات على الذرة المركزية والممنوحة من الليجند. يعني مو هاي ذرة مركزية عيتها شنو؟ عيتها إلكترونات، والليجندات تعطيها إلكترونات، فمجموع إلكتروناتها والإلكترونات الممنوحة من الليجند يعرف بالعدد الذري الفعال. علل عناصر السلسلتين الثانية والثالثة معقداتها رباعية التناسق ذات شكل هندسي مربع مستوي بغض النظر عن كون الليجند قويا أو ضعيف. من راح ناخذ نظرية آثرة التكافؤ الVBT؟ راح ناخذ فد مبدأ انه الترتيب الالكتروني يقسم 3 اقسام، اكو ترتيب سلسلة أولى واكو سلسلة ثانية واكو سلسلة ثالثة. ترتيب الالكتروني مال السلسلة الثانية والسلسلة الثالثة دائما ينطينا شكل رباعي بغض النظر كون الليجند قوي او ضعيف، يعني ضاغط او غير ضاغط. الاجابه هنا بسبب حجم الايون الكبير مقارنه بحجم الايون في السلسله الانتقاليه الاولى. يعني خلي اقرب لك الفكره. بالسلسله الثانيه والثالثه الايون يكون حجمه كبير، فبكل الاحوال راح يكون ضاغط، يعني عنده مجال يتسع الكترونيا. بالسلسله الاولى الاوربيتال صغير، صعب انه يتسع الكترونيا، فلهذا السبب دائما يكون بالسلسله الثانيه والثالثه يكون معقداتها رباعيه التناسق، يعني ترتبط باربع مواقع. السبب الرئيسي هو حجم الايون يكون كبير مقارنه عن السلسله الاولى. علل يعد السيانو قوي، ليجند قوي اكيد لان يجعل المفرد مزدوج. عندنا اعداد التناسق، يعني هذا معقد تناسقي، هذا اكس وهذا واي. اذا كان العدد التناسقي 1 هنا يقول ان للعدد التناسقي، او هسه قبل لا نتطرق للثانيه والثالثه والرابعه خلينا نقرا الاولى. ان للعدد التناسقي علاقه بفراغ للمعقد التناسقي، اللي يحدد شكل المعقد هو عدد التناسق. فاذا الشكل الهندسي المتوقع من اللي يحدده؟ يحدد عدد التناسق. شلون؟ ركزوا وياي هسه اقول لك شلون. اذا كان عدد التناسق مثلا 2، عدد التناسق ايش قد؟ يعني عدد الليجندات 2، هنا راح يكون الشكل تركيب خطي، يعني الاكس صايره بالنص ومنها واي ومنها واي، فيكون تركيب خطي. لكن اذا كان عدد التناسق 3 راح يكون الشكل المتوقع مثلث مستوي، يعني راح يكون هذا 3 ليجندات، فالاكس بالوسطى راح يصير واي بواي بواي، فيكون الشكل المتوقع مثلث مستوي. اذا كان عدد الليجندات 4، هنا راح ينطينا احتمالين، اما يكون رباعي الاوجه منتظم او مربع مستوي. فهاي النقطة جدا مهمة. فاذا عدد الليجندات يحدد شكل المعقد التناسقي او شكل الهندسي للمعقد التناسقي.